النهاردة هعمل معاكم البقسماط البيتي بأسهل طريقة. هنعمله صوابع وكمان هنعمله حلقات بطريقة ما فيش أسهل منها. ناس كتير بتشتكي ان السمسم بيقع من على البقسماط بعد ما يستوي. النهاردة انا هقول لكم كمان ازاي يثبت على البقسماط السمسم وما يطلعش منه ابدا ابدا. كمان هقول لكم على طريقة التسوية الصحيحة علشان يطلع معاكم البقسماط بلونه الجميل ده ومقرمش ومستوي كده وطعمه وريحته حاجة كده من الاخر. تعالوا بينا يلا نبتدي كده وصفتنا مع بعض. وقبل ما نبتدي يا ريت بس تفرحوني بلايك وشير للفيديو. هنشتغل النهارده ب3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني حوالي نص كيلو دقيق. وطبعا مش عايزه افكركم ان احنا لازم ننخل الدقيق قبل ما نستخدمه. كمان بضيف باكت خميره او ملعقه كبيره من الخميره يعني، وملعقه صغيره من السكر وربع ملعقه ملح. وانا بحب اضيف 2 باكت فانيليا لاي معجنات علشان بتديها ريحه كده مميزه. قلبتهم كويس وبعدين هضيف عليهم نص كوبايه زيت، وهقلب الزيت بسرعة كده بايدي. وبعدين هبتدي اضيف المية. انا استخدمت كوباية مية، لكن برضو دايما اقول لكم ما تضيفوش المية مرة واحدة علشان الدقيق بيختلف من مكان للتاني. يعني ممكن في دقيق بيقبل كمية كبيرة من المية وفي دقيق ما بياخدش كمية كبيرة من المية، فانتوا خلوا معاكم كوباية مية على جنب كده وبنضيف منها شوية شوية. وللناس اللي بيخافوا من العجينه بتاعتنا النهارده لينه كده وطريه وسهله جدا علشان احنا ضايفين لها نص كوبايه زيت. زي ما انتم شايفين الميه انا بضيفها حبه حبه لغايه ما هلم كل العجينه وتبقى بالشكل ده. العجينه فعلا بتكون طريه كده ومرنه، وطبعا لازم نخدمها كويس ونعجنها كويس عشان تبقى برده سهله معانا في التشكيل وتبقى لينه. ده شكل العجينه لما اقطعها كده بتبقى مرنه جدا جدا. هسوي العجينه وهسيبها في الطبق كده في مكان دافي وهغطيها حوالي نص ساعه في الصيف وساعة في الشتاء علشان تختمر. دلوقتي السمسم عندي هنا 4 ملاعق كبار، هزود عليهم حوالي 3 ملاعق مية. يعني انا بندي السمسم بالمية. الطريقة دي بتخلي السمسم ما ينزلش من على البقسماط وانا بسويه. ودلوقتي خلاص العجينة بتاعتنا اختمرت وبقت زي الفل. بنديها البوكس المتين علشان نخرج منها الهواء الزيادة اللي فيها. وبعدين باخد العجينه بتاعتي على الكاونتر، وبنشتغل طبعا لازم على سطح يكون نظيف، وممكن تستخدموا مفرش سيليكون تشتغلوا عليه بيكون برضو امن. هاخد نص العجينه كده وهلمها وهحطها في طبق وهغطيها علشان وش العجينه ما ينشفش. هروح للنص اللي انا هشتغل فيه دلوقتي، بفرده كده يعني على شكل مستطيل تقريبا كده بايدي من غير منشبه ولا اي حاجه، لان العجينه بتكون سهله الفرد ولينه جدا. هقطع العجينة على شكل صوابع، ودي صوابع البقسماط اللي احنا هنعملها النهاردة. ما تخلوش الصوابع تكون تخينة زيادة عن اللزوم، لان كده كده هي هتزيد بعد ما هتستوي. تمام كده خلاص احنا قطعنا كل صوابع البقسماط. هاخد واحد وهشكله معاكم دلوقتي. بفرده كده بصوابعي بالراحة، وبعد ما بفرده ببتدي اروله كده زي ما بنعمل في العيش الكايزر بالظبط. وهروح لطرف العجينة وهقفله كويس علشان ما يفتحش مني في التسوية او بعد ما تختمر البقسماطة. بلمه كويس جدا كده وبروله برضو خفيف خفيف خالص كده، ما تضغطيش عليه عشان ما يطولش زيادة عن اللزوم منك. وبعدين بسويه واخليه بالطول اللي انا عايزاه. لو هو اطول يعني طويل زيادة عن اللزوم ممكن تقطعي منه حتة بالسكينة. هرجع للسمسم اللي انا نديته بالميه وهفرده كده على صينيه عشان يبقى سهل معايا في التشكيل. هاخد صابع البقسماط وهلفه بالراحه كده، مش هضغط عليه جامد. هو اول ما هيلمس البقسماط هيمسك عليه كده، عمره ما هينزل السمسم من على البقسماط وهو بيستوي في الفرن. هروح لواحد تاني واعمله معاكم دلوقتي. بفرده زي ما احنا شايفين كده، وبعدين برله زي ما اتفقنا كده زي ما بنرول العيش الكايزر. وبعدين بقفله كويس. اهم حاجه اقفله بس الفتحه اللي تحت دي كويس، وارجعوا رولوه تاني كده عشان يبقى شكله متساوي. لو انت حابه تطولي الصابع بتاع البقسماط وانت بتلفي بايديكي كده هتسحبي العجين لبره بالشكل ده. لو عايزه تضغطي وتخليه قصير بتلفي العجين بايديكي لجوه، يعني حركه ايديكي خليها لجوه. وبعدين بسوي الصابع بالشكل ده وخلاص كده. الطول ده حلو، ولا هو طويل ولا هو قصير. بعدين باخده على السمسم وبرده لفه بسيطه كده وتمام زي الفل. عشان ما تستهلكوش كميه كبيره من السمسم ممكن تكتفوا ان انتوا تخلوا الوش بس اللي فوق هو اللي عليه السمسم.
ده النص التاني من العجينة انا فردته زي ما فردت الجزء الاولاني بالظبط، وبعدين قطعته برضو نفس الطريقة. ممكن تاخدوه وهو متقطع كده وتحطوه على الصاجة وتسووه، لكن انا ما بحبش الطريقة دي في الحقيقة. هعمل معاكم طريقة تانية برضو مختلفة. بكوره كده وبسيب الكور ترتاح شوية، وببتدي اشتغل من اول كورة انا عملتها، لان هي اكتر كورة بتكون ارتاحت. برله كده بالراحة، وبعدين بنزله في البقسماط، وبعدين في السمسم، وبعدين بحطه في الصاجة وخلاص كده. الطريقة التانية برضو اللي انا هعمل بيها الحلقات او الدواير، بفرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بقسمها نصين، وبعدين بلفها بايدي عشان تبقى متساويه، ما فيهاش حته رفيعه وحته تخينه، وبعدين بقفلها برضو كويس علشان ما تفتحش معايا كده. خلاص انا عملت حلقتين، هاخدهم برضو على السمسم، ويا دوب بضغط عليهم ضغطه بسيطه جدا جدا بس عشان يمسك فيهم السمسم، وخلاص كده هحطهم في الصاجه علشان يستووا. شكلهم حلو طبعا. ممكن تعملوا الدوائر اكبر من كده براحتكم. الكميه اللي انا عملتها من الدقيق عملت معايا الصاجه الكبيره دي. على فكره الصاجه دي مقاسها يعني كبير، على قد الفرن اللي هي 5 شعلة. البقسماط بعد ما بنشكله بالطريقه دي بنسيبه على الصينيه يخمر حوالي نص ساعه. لكن لو انت اتاخرتي وانت بتشكليه ولاحظتي ان حجم الصوابع زايد معاكي، خلاص ما تسيبوش يخمر اكتر من كده، لان لما بنبالغ في تخمير السميد او البقسماط ممكن ينفخ زياده عن اللزوم ويبقى شكله مش ظريف، يعني هيتلخبط كده ويبقى شكله غريب في الفرن او هو خارج من الفرن. فانتوا التزموا بالشكل، يعني خلوا عينيكم هي الميزان. لو لقيتي شكل البقسماطه مرتفع كده ومختمره وزي الفل، خلاص دخليها الفرن، مفيش داعي انك تستني عليها شويه. احنا في الشتاء بس بنحب نخليها تختمر، لان الجو بيبقى ساقع فهو ما بيرتفعش بسهوله او ما بيختمرش بسهوله. بدخله على فرن ساخن، اكون مسخنه الفرن على درجه حراره 150 على الرف اللي هو اعلى رف في الفرن، علشان يستوي براحته ويبقى مقرمش براحته. لما بيخرج من الفرن بسيبه على الصاجه شويه علشان برضو يبقى مقرمش معايا. البقسماط بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، شكله حلو ويفتح النفس، وريحته كمان رهيبه جدا جدا. يعني في ناس بتقول عليه بقسماط وناس بتقول عليه سميد، فانا اهو ببدل معاكم الاسماء عشان ما تتوهوش بس مني. المهم كنت مبسوطه قوي معاكم النهارده، بتمنى من كل قلبي وصفتنا تكون عجبتكم وافادتكم. انا بحب دايما اجرب معاكم كل حاجه، علشان يعني بديكم افكار ان انتم ممكن تجربوا الحاجه ولو مره واحده بس في البيت. ممكن برضو على فكره تحسوا ان هي موفره معاكم او تعجب اولادكم، فممكن تكرروها مره تانية. شايفين بقى القرمشه، انا يعني بكسر معاكم اكتر من واحده، لان في ناس بتتضايق لما بقطعش الحاجه او اكسر الحاجه، بيقولوا لي كان نفسنا نشوفها من جوه عامله ازاي، فانا بحب اريحكم دايما يعني. سامعين بقى القرمشه، البقسماط من جوه متفرغ وجميل، ما هوش مكتوم ولا اي حاجه. اولا علشان اخد حقه في التخمير، وكمان عجناه كويس جدا، ومساله ان احنا بنرله دي برضو بتخليه يبقى متفرغ من جوه وجميل. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو الجميل ده لو كان عجبكم. بحبكم جدا جدا، وبكره باذن الله نتقابل تاني مع وصفه جديده على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق.